واحدة بتحكي وبتقول هي مش مشكلة، أنا عاوزة بس أشهدكم على ابني ومراته، يا ريت تقولوا نصيحة منكم علشان الزمن مش مضمون. ابني لسه متجوزها من 5 شهور، يعني ما عداش نص سنة على جوازه، وهو بيسيبها تاخد حاجات لبيت أهلها من شقته لأنهم جنبنا حرفيا في نفس الشارع. بتاخد بواقي الأكل عندهم وبتبعت لهم ابني بيها، لدرجة إني بقول له يا ابني دي بتعمل الأكل بزيادة عشان يباتوا تبعت لهم الباقي منه. يقول لي عادي يا ماما، أهلها ناس على قد حالهم وإحنا ربنا موسعها علينا، وأنا ما بحبش الأكل بايت. هو بصراحة ابني طول عمره لو حلفت له على الأكل البايت مستحيل ياكل منه تاني، وابوه الله يرحمه كان كده وهو واخدها منه. المهم المشكله التانيه اني بشوفها وهي رايحه لهم زياره، ويوم الزياره ده غير اللي بتبعته لهم كل يوم والتاني، بتاخد حاجات مجمده وانا متاكده ان دي لحمه او طيور من اللي بيجيبها ابني لخزين الشهر. طب هي بتاخد لهم لما بتيجي رايح، طب ليه بتبعت لهم ابني ببواقي الاكل وتتصل باختها الصغيره تيجي تاخدها؟ مش كفايه اللي هي بتاخده؟ وبقول له خليها تنزلها لي وانا اوزعها على الناس الغلابه او احطها للطيور ياكلوها بدل ما انا بشتري لهم من بره. هو بياخد مني الكلام وخلاص ومفيش اي حاجه بتتغير. والله انا بالنسبه لي ماليش دعوه وهم حريه، بس انا خايفه على ابني من المصاريف الكتير وطمعهم فيه، لان من ايام الخطوبه وهو شايلهم فوق دماغه، ومراته دي كانت معاه في المدرسه من ابتدائي، يعني اكتر من 20 سنه يعرفوا بعض. وهي لما عرفت ان بقول له كده طبعا هو اللي قال لها، فقالت لي يا ماما احنا نعمل لك اكل جديد لما تعوز، وانا ايدي في ايدك طول اليوم. وموضوع بواقي الاكل ده مش زي ما انت فاكراه، انا ببعت لما بعمل اكله حلوه ياكلوا معانا من باب البر وعشان ربنا يبارك لنا، وانت مش غريبه وعارفه ظروف بيت بابايا عامل ازاي. وانا طبعا ما بقدرش اتكلم لان ابني بيزعل لما بقول له حاجه عليه، لكن انا متاكده والله ان اي اكل بتعمله بتبعت منه تاني يوم لاهلها، يعني اللي باقي منهم بدل ما تديهولي للطيور او اوزعه انا على الغلاب. انا كل همي ابني والمصاريف اللي بتطبخ بيها زياده عشان يتبقى منهم وتبعت، ده غير الزيارات واللي بتاخده لهم من عندها. يعني انا مش من حق اخاف عليه واحذره، لان والله الدنيا مش مضمونه، وياما ناس حالهم اتبدل وكانوا تجار كبار وهو عارف كده كويس، وكانوا بيقولوا من تبذير مراتاتهم وعيالهم ما كانوش بيشيلوا حاجه للذنب وكله راح ورجعوا يشتغلوا تاني عند الناس. عايز رايكم في تصرفات مراته معاه وهي حامل دلوقتي ومش بتتقي ربنا في فلوس جوزها.